وهم راجعين من اسكندرية على أسوان وراكبين القطر وماشيين في سكتهم. كان قاعد الراجل بيبص لابنه طول الطريق وهو مبتسم، والابن شاب زي الفل، وكل شويتين يرجع يقول لوالده كلمتين تخلي كل الركاب يبصوا عليه، لأن هم كانوا شايفينه بيقول كلام بتاع شباب صغيرين، وهو زي ما بقول لكم شاب وسيم وحاجة تفرح وفوق ال20. يقول له مثلا: والدي والدي الحق ده السحاب بيمشي جنبي، ويرجع الأب يبص له ويبتسم ويأكد على كلامه. فيرجع الشاب يبص تاني على الطريق وحبتين ويرجع يقول له: الحق يا والدي القضبان بتمشي عكس اتجاهنا. يقول له: ماله يا حبيبي، ويبتسم في وشه. حبة يرجع يقول له: الحق الطيور بتسابقنا. الحق يا والدي ده في شجر بيقاطعنا. الحق يا والدي، في كل شوية يعلق. كان كل اللي موجودين بيبصوا له وهم مستغربين، لغاية لما طلع واحد يعني كان ايه من الناس اللي هم عاملين نفسهم مفتحين. راح رايح للراجل العجوز وخده على جنب. قال له: يا حاج في ايه؟ قال له: ايه؟ قال له: انت سايب ابنك ليه؟ ابنك شكله زي الفل وشاب ووسيم وبقى كبير، ازاي ما تعالجوش؟ لما هو الموضوع عنده خافت شويتين، ما توديه واسع بيه. فراح باصص له قايل له بكلمتين خلوا من عينيه تنزل الدمعتين. قال له: يا عم الحاج، انت مين قال لك ان انا ما بسعاش بيه؟ ابني مش مختل في عقله زي ما انت فاهم. ابني كان عنده خلل في عينيه. ابني كان فاقد البصر من وهو 5 سنين. قعدنا نحاول وعملنا له من العمليات كتير، لكن ربك هو الشافي. أول ما تم ال20 رجع النظر لعينيه، فيا عيني غصب عنه أول مرة يشوف الطريق. عشان كده من فرحتي بهوده في كل حاجة هو لسه بيشوفها من 15 سنة. فعلا يا جماعة، كام واحد فينا بيحكم على مواقف بتحصل قدامه وهو متخيل ان من وجهة نظره اللي قدامه غلطان، او اللي بيعمله ده مش مظبوط او مخالف لاي اعراف او افكار. في الاول وفي الاخر انت ما تعلمش يا ابن ادم. على سبيل المثال يجي لك زميلك وهو داخل المكتب مثلا وخد في سكته وما سلمش عليك، ترجع تفكر انت من وجهة نظرك: ايه هو مش معبرني ليه؟ هو متخانق معايا؟ هو زعلان مني ولا ايه؟ تطلع في النهاية إنه جاي مثلا عايز يلحق ياخد جواب يوديه للمدير، ولا راجع من بيته وهو جاي معفر حصل موقف معاه. تيجي تلاقي واحد ماشي في الطريق وتلاقيه زي الفل وقاعد بيكلم نفسه، تقول: يا عيني لا إله إلا الله، ده اتجنن ده ولا إيه؟ لكن عينيك الضيقة ما شافتش السبحة اللي في إيديه. ده هو ماشي بيسبح وانت اللي فاكر ان هو خفت منه ولا ايه؟ وحدوا الله وكل واحد يخليه في نفسه. كل واحد مش ملزم لا يحكم بالظاهر ولا بالباطن، لأن قليل مننا اللي عنده البصيرة أو ربك بيوريله الحقيقة. فخلينا في نفسينا، وربنا يصلح حالي وحالكم وحال أفندينا اللي راح يتهم الراجل إنه ما بيسعاش على ابنه، وطلع يا عيني مش شايف تحت رجليه. سلام عليكم، تتمسوا بحق.